إذا متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل والمهم، المغرب يستضيف مجددا حفل جوائز الكاف للعام الثاني على التوالي، حيث منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الثلاثاء للمغرب شرف استضافة حفل جوائز الكاف، وذلك يوم 11 من ديسمبر المقبل. يكون المغرب يستضيف هذا الحدث للمرة الثانية على التوالي، والبيان ديال الكاف يقول على أن سوف يحدد المدينة التي سوف تستضيف هذا الحدث، كذلك الأسماء المرشحة للحصول على الجوائز، من بينها جائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية. كل هذه المسائل عادية متابعينا الكرام، لكن اللي ماشي عادي وهو أن حضيرة الجزائر غادي نساو عليهم الحرائق، غادي نساو عليهم تلك الكارثة اللي حلت بهم، غادي نساو العشرات ديال القتلى، غادي نساو أنهم كيتحرقوا، وغادي يقول لك عاوتان الكواليس والكولسة والقجع كيتآمر علينا، والقجع يتحكم في الكاف، والمغرب دان لينا، والمغرب فعل لينا وتآمر لينا، والمغرب يتحكم في الكاف، تلك الخزعبلات كلها. غادي نساو تلك المصائب كلها اللي عندهم، وغادي يلصقوا في هذه المسألة ديال المغرب يستضيف حفل جوائز الكاف للعام الثاني على التوالي. وانتظروا متابعينا الكرام، انتم غادي تشوفوا الابواق الاعلاميه ديال نظام حضاره الجزائر، غادي ينساو كاع تلك الحرائق والمصايب الكحله اللي وقع فيهم، غادي يجيو يشدوا في هذا حفل جوائز الكاف اللي غادي تنظم في المغرب للعام الثاني على التوالي. لكن كما نقول دائما متابعينا الكرام، القافله تسيل والكلاب تنبح دائما. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم.